السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو سؤال تقريبا كل الناس بتتكلم عليه. هل حاليا أدخل حاسبات ومعلومات ولا لأ؟ الفيديو ده هيكون مفيد جدا لطلبة الثانوية العامة، خاصة في الفترة اللي احنا فيها دي، والطلبة الجداد في الكلية، والناس اللي خلاص اتخرجت وبتدور حاليا على أول فرصة ليها. في الفيديو ده هتكلم عن شوية حاجات. أول حاجة هنتكلم عن سوق العمل بعد التخرج من الكلية عامل إزاي. هنتكلم عن المطلوب منك وأنت بتدرس، وفي الآخر هنناقش أهم سؤال: هل حاسبات فعلا تستاهل إن أنت تدخلها ولا لأ؟ مبدئيا كده، كلية حاسبات ومعلومات. ايه هي كلية حاسبات ومعلومات؟ كلية حاسبات ومعلومات هي الكلية اللي بتخرج المبرمجين، هي اللي بتخرج اي حد ليه علاقة بالشغل الرقمي او الاوتوميشن، سواء ناس هتشتغل في البرمجة، هتشتغل في بناء الأنظمة، هتشتغل في بناء المواقع والتطبيقات. كل الحاجات دي بيكون وراها خريجين حاسبات ومعلومات. طيب التنسيق بتاعها بيكون عامل ازاي، او بتقبل من كام؟ لو انت حد علم رياضة فالتنسيق تقريبا من 85 ل 88، ولو انت علم علوم فانت من 91 ل 92. وبالمناسبة حاسبات حاليا مناسبة لعلم علوم والعلم رياضة. الارقام دي ارقام تقريبية، ممكن السنة دي تكون اعلى، السنة الجاية تكون اقل، بتختلف من سنة للتانية، بس ده تقريبا الرينج الطبيعي بتاعها. طيب جوه الكلية أو بعد ما تتخرج الوضع عامل إزاي؟ عايز أقول لك إن في أكتر من 50 تخصص أو 50 شغلانة ممكن تشتغلها بعد ما تخلص كلية. ممكن تشتغل في تطوير الويب، ممكن تشتغل في ال AI، ممكن تشتغل في تحليل البيانات، ممكن تشتغل في الموبايل أبس، ممكن تشتغل في السايبر سيكيورتي، ممكن تشتغل في تطوير الألعاب. في 50 جوب تايتل ممكن لما تخلص الكلية تشتغل. هو الموضوع مش مقتصر عن مسمى وظيفي واحد أو عن مجال واحد. طيب الدراسة جوه صعبة ولا سهلة ولا بيكون وضعها عامل ازاي؟ عايز اقول لك ان هي مش صعبة، يعني هي مثلا مش في صعوبة الدراسة في كلية طب وصيدلة والكليات العلمية اللي المحتوى بتاعها تقيل جدا وبيحتاج مذاكرة لساعات طويلة، ولا هي الكلية السهلة اللي بتكون بسيطة مجرد ان انت هتذاكر في الفاينل هتعدي. يعني مش زي كلية آداب وتجارة، الموضوع هنا أصعب شوية. ممكن نقول إن هي إلى حد ما كبير جدا كلية متوسطة أو قريبة في الدراسة من كلية هندسة. ممكن فعلا تكون أسهل منها شوية، بس هو الموضوع قريب جدا في الريتم منها، إلا إن حاسبات ومعلومات بتكون 4 سنين وهندسة بيكون عندها 5 سنين. بس عايز اقول لك ان مش اهم حاجه جوه المذاكره، اهم حاجه جوه ان انت تنجح وتجيب تقدير طبعا. بس لازم تعتمد على الكورسات، لازم تطور نفسك باستمرار، لازم تكون اب تو ديت بالسوق وعارف ايه اللي موجود وانت محتاج تتعلم ايه وتطور نفسك في ايه باستمرار. طيب بما اننا اتكلمنا عن الدراسه، في نقطه مهمه جدا وانا بختلف مع ناس كتير فيها، هي نقطه التقدير. في ناس بتقول لك مش مشكلة تقدير، أهم حاجة تدخل وتنجح أو تدخل وتتخرج. وفي ناس بتقول لك مش مشكلة تتخرج، أنت بسهولة جدا حتى من غير ما تاخد كلية ممكن تشتغل في المجال ده وتبقى شخص مبدع وكلام كتير من هذا القبيل. بس وجهة نظري الشخصية إن التقدير مهم جدا. التقدير هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتعرف تعوضها بعد ما تتخرج من الكلية. ولنفترض مثلا ان انت اتخرجت من الكلية، ممكن بعد التخرج لو في كورسز فاتتك تاخدها تاني، لو في سيرتيفيكيشنز محتاجة ممكن تقدم عليها تاخدها. بس التقدير بتاعك خلاص هتكون اعتمدته ومش هتقدر تعدل فيه، خلاص التقدير طلع. وعايز اقول لك ان في كمية منح وفرص كتيرة للسفر بره مصر وكمان جوه مصر بتعتمد على التقدير، لازم تركز عليه. علشان كده التقدير مهم. عايز اقول لك ان ابسط مثال حاجة زي الاي تي اي مثلا، ما كانتش بتقبل بتقدير اقل من جيد. ده مثال بسيط عن حاجة فعلا التقدير مهم عشانها. علشان كده لما تدخل الكلية ما تحطش في دماغك ان انا مطالب مني مجرد النجاح، لا، حاول تشتغل على نفسك تجيب تقدير. والموضوع مش صعب ان انت تجيب تقدير وتذاكر وتكون اب تو ديت جنب الدراسة. خليني اكلمك عن الوضع من سنتين ثلاثة او من فترة كان عامل ازاي. الوضع كان كويس جدا لدرجة ان انا لو من سنتين او ثلاثة اي حد كان بيسألني ادخل الكلية ولا لا، كنت وانا مغمض بقول له اه طبعا ادخل. الفرص كتيرة والمرتبات كويسة والوضع ممتاز. كان في فرص كتيرة والعدد اللي بيقدم عليها أقل من الاحتياجات دي للفرص، فالسوق كان ممتاز. وفي نفس الوقت حاجة زي كده خلت ناس من بره المجال من كليات تانية زي حقوق وتجارة وكليات صيدلة وكليات تانية كتير تبدأ تتعلم المجال بتاعنا وتدخل فيه واحدة واحدة. اه بالمناسبة يعني عايز اقول لك ان مش لازم عشان تشتغل في المجال بتاعنا بتاع البروجرامينج تكون خريج حسابات ومعلومات. اكيد دي نقطة باور وبوينت كبيرة ليك ان انت تكون خريج حسابات ومعلومات. بس في ناس كتير بتكون من بره المجال بتدخل المجال وتتعلم وتذاكر كويس وتبدأ تشتغل وتاخد فرص. بس مش ده السائد حاليا في السوق في الفترة اللي احنا فيها دي. فالكلية هتكون نقطة مميزة ليك.
فكان من فترة الوضع ممتاز والوضع كويس جدا. وزي ما قلت لك أي حد كان بيسألني طبعا كنت بقول له إن دي فرصة ممتازة وادخل حاسبات ومعلومات. حتى عندك منحة زي الاي تي اي مثلا كانت بتخصص حاجات ليها للناس اللي من بره المجال عشان يتعلموا يخشوا ويتعلموا فريلانسنج ويدوسوا في الجوبس ويدوسوا في الوظائف بتاعت حاسبات ومعلومات. بس عايز اقول لك ان الوضع زي اي مجال في الدنيا بيتغير، مفيش حاجة بتفضل ثابتة على حالها. حاليا في الفترة اللي احنا فيها دي الأعداد زادت جدا. يعني مثلا كان الأول وظيفة بيقدم عليها 10، حاليا ممكن نقول بيقدم عليها 50. كمان مع وجود الاي اي الشغل بقى اسهل شويه. الاي اي مش بيلغي المبرمجين، بس هو بيساعدنا في اداء الوظائف بتاعتنا. فالموضوع خلى ان الفرص بقت اقل شويه، طبعا مع الكساد والركود اللي موجود في العالم كله. شركات كتير بتقفل، والوضع مش زي الاول في الفرص في كل المجالات، مش بس الحاسبات والمعلومات او مجال البروجرامينج. فالفرص حاليا اقل بسبب الاعداد ان هي زادت جدا والذكاء الاصطناعي. بس عايز اقول لك معلومة برضو، ان الكلام ده مش في مجالنا بس، كل المجالات تقريبا بتتأثر بالوضع الاقتصادي وبتتأثر بالاي اي. عندك مثلا مجال زي كلية صيدلة، مثلا كلية صيدلة من 5 أو 6 سنين كانت كلية مميزة جدا وليها تكليف والوضع بتاعها كان ممتاز. حاليا الوضع صعب، الفرص أقل، لازم تتخرج يكون معاك فلوس عشان تقدر تفتح صيدلية بشكل كويس. فالموضوع بيختلف في كل المجالات مش مجالنا بس. حتى الكلية الأكثر مقارنة بينا اللي هي الهندسة نفس الكلام. أعدادهم كبيرة جدا، جايز أكتر من أعدادنا برضو. فالمنافسة عندهم شرسة زيها زي عندنا. فالموضوع مش كويس في باقي المجالات ووحش في حاسبات، لا. زي ما الموضوع بقى أسوأ شوية في حاسبات، كل المجالات التانية اتأثرت بالاي اي والوضع الاقتصادي. طيب خليني بقى أنا أقول لك رأيي الشخصي، وزي ما بقول ده رأيي الشخصي، مش حاجة مفروضة عليك. انا رايي والله ان انا حاليا لو قدامي فرصه حاسبات ومعلومات كليه تانية زي هندسه والله صيدله، انا على حسب. لو انا عارف ان انا هدخل واتعب واعمل اللي عليا كله وما سيبش مجال لاي تقصير عندي، انا هدخل حاسبات ومعلومات. لان انا عارف ان لو ربنا اكرمني ووصلت للشغل فيها وبقى عندي اكسبيرينس، انا هوصل لبوينت مش هقدر اوصل لها لا من هندسه ولا من صيدله. بس لو هدخل اذاكر مذاكره عاديه او امشي اموري او كده، انا عن نفسي افضل ان انا ما ادخلش حاسبات ومعلومات، ادخل صيدله او ادخل هندسه وامشي في الكارير زي اي حد. ناس كتير جدا لما تدخل هندسه او صيدله حواليك هتلاقيهم بيساعدوك وعارفين انت المفروض تعمل ايه في هندسه او صيدله، والموضوع بسيط. حاسبات الوضع فيها بيختلف شويه، ما بتلاقيش كم السبورت اللي عند ناس بتوع هندسه او صيدله. دايما بتحس ان انت في مجال غريب باقي الناس ما تعرفش عنه. نظرتهم ليك مختلفه عن الناس التانية وعن اللي انت بتعمله. هي نظرة احترام في الأول وفي الآخر، بس مختلفة عن الناس التانية. فأنا على حسب، عارف هدخل أتعب وأجيب آخري لآخر نقطة، هدخل حسابات ومعلومات. عارف إن أنا عايز أدخل مجال عارف أوله إيه وآخره إيه والناس تقول لي دكتور أو باشمهندس بناء على الشهادة بتاعتي، هدخل هندسة أو هدخل صيدلة، أيا يكن التنسيق بتاعي عامل إزاي. طيب خلاص، حاليا خدت القرار وهتدخل حاسبات ومعلومات. خلينا بقى نتكلم على نقط مهمة جدا. حاسبات بيجي يتخرج منها ناس طلع تايهة مش عارفة هي هتعمل ايه، حاسة ان ال4 سنين راحوا منه على الفاضي. بيبدأ يتكلم بشكل وحش جدا عن الكلية، يقول يا ريتني ما دخلتها، يا ريتني دخلت هندسة أو دخلت صيدلة أو دخلت أي كلية خاصة وبعدت عن المجال ده. وعايز أقول لك إن في ناس تانية بتتخرج تشتغل قبل ما تتخرج وبيكسب فلوس وبيعمل فلوس وهو لسه بيتخرج، وبيتخرج عارف هو رايح فين بالظبط. حتى لو عنده جيش بيخلص جيشه ويبدأ يرجع للمسار بتاعه، وربنا بيكرمه وبيتوفق وبيلاقي شغل وكل حاجة. مع إن على مستوى التقدير ممكن تلاقي الشخص اللي طلع ومش لاقي حاجة حاسس إن هو تايه تقديره أعلى من الشخص التاني. بس هي الفكرة هنا مش فكرة تقدير قد ما هي فكرة تطوير زي ما أنا قلت لك. طيب امتى انصحك ان انت تدخل حاسبات ومعلومات وتشتغل على نفسك وخلاص خش المجال ده؟ انصحك بيه ب3 حاجات يعني المفروض يكونوا فيك قبل ما تقول انا هدخل حاسبات ومعلومات. اول حاجه ان انت عارف ان انا هدخل ال4 سنين دول هطحن نفسي مذاكره وهجيب اخري وهطور نفسي، وانا مش داخل ال4 سنين لمجرد ان انا اذاكر وانجح وخلاص، لا. ال4 سنين بيعدوا في ثواني. عايز اقول لك ان انت ممكن في ثواني وانت تايه تلاقي نفسك في سنه تانية او تالتة وانت لسه ما عملتش اي حاجه، لسه ما ذاكرتش اي حاجه. فمن البدايه تبقى داخل مركز وعارف انا المفروض اعمل ايه، وتدخل تشتغل على نفسك وتطور نفسك وتشتغل على كورساتك، ما تكتفيش بس بالدراسه. دي اول نقطه. النقطة التانية إن يكون نفسك طويل.
ممكن تتخرج ويكون ما شاء الله يعني السي في بتاعك محترم وعندك سكيلز كتيرة وخدت سيرتيفيكيشنز كتيرة، وتقعد تدور بالشهور على شغل مش لاقي فرصة. اللي عايز اقوله لك هنا ان لازم يكون نفسك طويل، تفضل تطور من نفسك وتذاكر حتى وانت بتدور. ممكن تشتغل شغل جانبي يكون جنبه برضه بتطور من نفسك وبتدور على شغل ومش واقف، فلازم يكون طبعا نفسك طويل. الحاجة التالتة ان انت تدور على منتور. المنتور هنا هيريحك وهيوفر عليك وقت كبير جدا، وهو حد هيدلك على الطريق من غير ما تقعد تغلط وتجرب وتغلط وتجرب. الشخص ده ممكن يكون أخوك، ممكن يكون والدك، ممكن يكون حتى حد من أصحابك، بس سبقك في المجال وعارف ايه اللي المفروض تعمله وتمشي ورا نصايحه لحد ما ربنا يكرمك وتوصل. انا واحد من الناس لو ابني مثلا دخل حاسبات ومعلومات فانا ممكن اساعده انه يدخل حاسبات ومعلومات، هقدر اعمله سبورت، هقدر اكون مشرف عليه شايفه بيعمل ايه، بيذاكر ازاي، بيطور نفسه صح ولا عنده مشاكل، هقدر اساعده. عكس ما يكون ابني داخل الكلية وهو مش عارف هيروح فين او يجي منين، حاجة زي كده ممكن انا تخليني اقلق واشوف له مجال تاني يدخله مثلا. خلاص انت حاليا بتدرس في حاسبات ومعلومات و... وخلاص خدت القرار ودخلت حاسبات ومعلومات وسبت باقي الكليات، ايه اللي المفروض تركز عليه في الاربع سنين وما تتخرجش غير وانت عارفه؟ اول حاجه فكره البيزكس. زي ما قلت لك في البدايه انت عندك حوالي 50 مجال جوه، ايا يكن المجال اللي انت اخترته هتشتغل عليه وهتطور نفسك فيه، لازم تكون شاطر جدا في البيزكس بتاعته. وليكن مثلا انت هتشتغل في الحته بتاعت البروجرامينج مثلا، لازم تكون قوي جدا في الاو بي والداتا ستراكشر والبروبلم سولفينج، وتكون عارف داتابيز ديزاين كويس وفاهم الكوماندز بتاعت الداتابيز، وتكون كويس جدا في البتاع ده. والكلام ده من بدري مش من تالت او من رابع سنه، يا ريت من اول او تاني سنه تكون فهمت الاساسيات كويس جدا، لان الاساسيات ثابته حتى مع الاي اي، لازم تكون اساسياتها قويه. النقطة التانية تكون اخترت فريم ورك تبدأ تتعلمه بشكل كويس وتطبق عليه مشاريع. ولكن مثلا انت اخترت اللي انت هتشتغل بيه اتش بي لارفل، ساعتها لازم تذاكر فريم ورك بشكل كويس، تطبق عليه مشاريع كتير بإيدك، تبدأ ترفعها على جيت هاب، تستعرضها قدام الناس، تشوف رأي الاي اي فيها، تشوف رأي أشخاص فيها، تبدأ تعمل لنفسك اكسبيرينس ولو بسيطة، وحاجات ممكن واحدة واحدة تشتغل بيها فريلانسنج. آخر حاجة لازم تتعلم تتعامل ازاي مع الاي اي. لازم تعرف تتعامل مع الاي اي كويس، تستغله بشكل كويس، تكسبه، ما تخليهوش يستبدلك. هو كده كده الاي اي مش هيستبدل المبرمجين، بس هيستبدل المبرمجين اللي مش عارفين يستخدموه بشكل كويس. لازم تعرف تستخدمه بشكل كويس وتسخره انه يشتغل معاك بالطريقة الصح، بحيث توصل للحاجة الصح، وتكون الاي اي أداة سبورت معاك مش مجرد حاجة انت ما تعرفش اي حاجة عنها. من الآخر خالص هما الأربع سنين دول مش تقضية واجب، الأربع سنين دول تعب في تعب. زي ما قلت لك، في حاجات معينة لازم تعملها عشان تتخرج كويس، وقبل كل ده لازم يكون يعني إن شاء الله في توفيق من ربنا ليك، وإن شاء الله يكون في توفيق من ربنا. لو عملت الحاجات دي بالشكل ده وكان نفسك طويل ففعلا حاسبات تستاهل ان انت تدخلها وتشتغل على نفسك فيها. لو انت نفسك قصير او حاسس ان انا لا عايز ادخل حاجة كل الناس عارفاها ومش هدخل اتعب نفسي وهكذا، خليك في كلية تانية ليها، على الاقل محدش هيجي يلوم عليك بعد كده يقول لك دخلت كلية محدش يعرف عنها حاجة. باختصار ده كان الشرح للسؤال بتاع هل انت عندك استعداد تدخل او هل حاسبات تستاهل حاليا ان انت تدخلها ولا لا. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو مفيد، ولو الفيديو كان مفيد فعلا اتمنى ان تشترك في القناة، ويا ريت لو حد عنده رأي يكتبه لي او سؤال ان شاء الله اجاوب عليه، وبالتوفيق ان شاء الله.